هاخد حبة كروت من أي مكان، ولنفترض مثلا دول هعدهم قدامكم. تعالوا نعد سريعا: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كروت بالظبط. خليهم في ايد الشخص، اقول له اقفل عليهم، وهقول له فكر بسرعه في رقم من 1 ل5، ونفترض مثلا فكر في 3. فبس هعمل كده: 1 2 3 سناب. هلاقي ان دول بقوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وزادوا بالفعل 11 12 13 زي ما هو قال بالظبط. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. عيد سعيد علينا وعليكم. لو انت اول مرة تشوفني فانا جادو، فنان خداع بصري من 2013، عضو في اكبر مؤسسات الخداع البصري في العالم، وبعتبر نفسي شخص بيعرف يشرح ماجيك بشكل مبسط، وفي نفس الوقت بشير ايدياز او افكار مفيش حد اتكلم عنها قبل كده، وحاجات انا اكتسبتها بخبرتي في المجال ما اتعلمتهاش في كتب او في كورسات او كده. خدت النهارده جامدة جدا: ازاي تنقل كروت من الكوتشينة لايد الشخص عن طريق الهواء. فدي بالنسبه للبارتيسيبنت حاجه مجنونه، اللي هو ازاي انت تنقل كروت بعيد لايدي. فيلا بينا نشوف الشرح. بس قبل ما نشوف الشرح ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل فيديو جديد انزله. ولو مهتم تتعلم خدعه مش موجوده عندي هنا في القناه، الخدعه اللي كانت سبب في ان انا انضم للمؤسسات اللي انا قلت لكم عليها، خدعه كلها من تاليفي ومسجله باسمي، هسيب لك تحت في الديسكربشن لينك الستور بتاعي، وفي اول كومنت برضو ادخل شوف الخدع. اسعار مش هتلاقيها في اي مكان تاني. حابب اشكر طبعا الناس اللي بتشتري وبتبعت لي ارائها فيها. وبس كده عشان ما اطولش عليكم، يلا بينا نشوف الشرح. انا دايما بقول على الخدعه دي: لو قلبك ضعيف ما تتعلمهاش. بس ده مش عشان حاجه، ده علشان خاطر هي تاثيرها جامد جدا على الشخص اللي قدامك، وبيحس ان انت فعلا نقلت الكروت من ايدك لايده عن طريق الهواء. فاللي بيحصل كالاتي: باخد شويه كروت ايا كان هم ايه، او ايا كان عددهم يعني، وانا بتكلم معاهم مش عارف ايه او بشيلهم، بعمل بريك على اول 3 كروت. بسحب اول 3 كروت كده زي ما انتم شايفين، واحط تحتيهم بينكي بريك. خلاص، باخد الكروت دي العشوائيه بحطها فيس اب كده بالشكل ده. بعد كده بشيل كل الباك. فانا كده عندي شويه كروت عشوائيه ما اعرفش عددهم، وتحتهم 3 كروت فيس داون. بعمل ايه؟ بعمل كده: 1 2، تعالوا نعد يعني: 3 4 5 6 7 8 9 10 11. اللي حصل هنا ان انا عديت ال11 كارت تحت ال3 فيس داون، يعني ال3 دول اللي انا كنت عامل تحتهم بريك، فدول كده في الحقيقه 14، لكن هو مفكر ان هم 11. فخلاص الكروت دي اصلا بالفعل هي زايده 3 كروت. بخلي الكروت دي في ايد الشخص، اقول له اقفل عليهم كويس، وبقول له ايه بقى: عايزك تفكر في اي رقم من 1 ل5 بسرعه. هيقول لي تمام فكرت. بعمل ايه في الحاله دي؟ هقول لكم السيناريوهات اللي بتحصل في الحاله دي. بروح انا امشي على الكروت واقسم من عند ال3. خلاص كده عندي 3 اول كارت. اقول له فكرت في ايه؟ لو قال لي 3 هقول له تمام. هعمل كده: 1 2 3 سناب. تعال نعد دول هنلاقيهم زادوا 3 كروت. لكن لو قال لي اي رقم تاني غير ال3، ونفترض قال لي 2 او 4، ساعتها لو قال لي مثلا 2 هقول له تمام، هنقسم اسمتين، عايزك تمسك اسم منهم. لو مسك دي هقول له شوف اول كارت فيها هيلاقيه 3. هقول له بص كان ممكن تمسك دي اللي هي اول كارت فيها 6، بس انت مسكت دي 3 صح؟ يبقى هعمل كده: 1 2 3، زودت 3 كروت هيعد هيلاقيهم 3. طيب لو مسك دي قول له تمام اكيد صح؟ تمام، خليها على جنب. تعال نشوف، كان ممكن تختار دي على فكرة اللي هي عليها 3. هاخد 1 2 3، حطيت 3 كروت. تعال نعد هيلاقي ان دول زايدين 3 كروت. واللي انا عملته ده دايما بشرحه في فيديوهاتي، اسمه ايكويفوك او اسمه ماجيشنز تشويس، يعني ان انت كانك بالظبط بتلعب بالالفاظ عشان خاطر تودي الشخص للحاجه اللي انت عايزها. طيب لو قال لك مثلا 4، يعني لو قلت له فكر في رقم من 1 ل5 قال لك 4، هتعمل نفس السيناريو. طبعا دول الكروت اللي بين ايده، تقول له 1 2 3 4 مثلا، وممكن نبدل اهو عشان الموضوع يبقى عشوائي تماما. طبعا انا عيني على ده لان انا عايز افورس ال3. فهقول له شيل اي 2 في ايدك. فلنفترض مثلا شال دول، اقول له خلاص حطهم على بعض خليهم على جنب. طبعا انا عايز دي، واقول له لو قلت لك اديني باك من دي هتديني ايه؟ لو اداك دي
هتاخدها أنت كده بإيدك، يعني هو هيسلمها لك في إيدك تقوم جاي راميها مع اللي إحنا طلعناهم. لكن لو اداك دي تقول له أكيد حابب تغير رأيك، هيقول لك لأ مش حابب أغير رأيي. قول له خلاص خلي دي على جنب مع أخواتها، تعال نشوف. إحنا وقفنا عند 3، كان ممكن نقف مثلا عند 6 أو عند الباك دي 10 أو أيا كان، فأنت اخترت ال3 صح؟ يقول لك اه. قول له تمام هعمل كده. تاخد بقى الكروت كلها اللي انت طلعتهم بره، تعمل كده 1 2 3، تعد سناب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، وزادوا 3 كروت 12 13 14. هيتجننوا ويشدوا في شعرهم. في نصيحة مهمة عايزكم تاخدوا بالكم منها، هي ان انتم ممكن تعملوها على رقم 3 او رقم 7، لان دول اكتر رقمين الناس بتفكر فيهم. يعني لو قلت لشخص فكر في رقم من 1 ل5، معظم الناس بتفكر في 3، ولو قلت لشخص فكر في رقم من 1 ل10، معظم الناس بتفكر في 7. فانت لو عايز تعملها من 1 ل5، اوكي اهو تاني بسرعة طلع شوية كروت وانت بتشيلهم كده، تقول له احنا ما نعرفش دول كام كارت غير اما نعدهم صح، هيقول لك اه. تقلبهم فيس اب. طبعا انا عملت بريك على 3 كروت فيس داون. هبدأ أعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دول 10 كروت، بس هما في الحقيقة 13. وطبعا هتقول له الكروت دي عشوائية عندي. خلاص أنا عندي آخر كارت أهو اللي هو 3، ممكن بس أعمل كده أطلع آخر كارت وأعمل أي فيك شافل مثلا، بس هنا في 3. أقول له تمام فكر في رقم من 1 ل5 بسرعة. لو قال لك 3 على طول هتعمل كده، لكن لو قال لك 2 هتقسم اسمتين وتعمل ماجيشنز تشويس. لو قال لك 4 هتعمل 4 اسمات وفورس دي. لو قال لك 5 هتعمل 5 اسمات وفورس دي برضه. وبس كده، ده كان نهاية الفيديو. لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي وما عملتش لايك، انزل اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش. ما تنساش تبص بص على الستور بتاعي زي ما قلت لك، واكتبوا لي تحت في الكومنتات رأيكم ايه في الخدعة. الناس اللي بتبعت لي على واتساب وانستجرام وتكتب لي كومنتات، الكلام ده بيشجعني جدا وبيخليني اشير لكم افكار اكتر، واوعدكم ان انا بدعمكم هعلمكم حاجات كتير جدا ما كنتش تتخيلوا ان انتوا تتعلموها. وبس كده يا جماعة، شكرا ليكم، اشوفكم في فيديوهات تانية كتير. ما تنسوش تقربوا من ربنا وتحافظوا على صلواتكم وتصلوا على النبي، والسلام عليكم.